السلام عليكم، ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. حلقة جديدة من دنيا المطبخ، والحلقة النهاردة خفيفة كده وظريفة. هي عبارة عن عصير بنروح نشربه وبندفعه فيه تمن غالي قوي بره في الكافيهات والمحلات. هنعمله النهاردة في البيت، وبما اني موسم الجوافة فهو هعمل لكم جوافة كده. هي عصير ملوكي بإضافات بسيطة جدا بتخليه يروح في حتة تانية خالص. الصراحة أنا أول لما جربته عجبني وقلت لازم أشاركه معاكم. فيلا بينا نشوفوا عملته ازاي، بس ياريت تحطوا اللايك وتشتركوا في القناة لو أول مرة بتشوفوني. دلوقتي بقى المقادير بتاعتي. طبعا جوافة ياريت تنقوها تكون طرية شوية، وتكون اللي هي البلد الصغيرة عشان تبقى مسكرة كده وطعمها حلو. ومعايا اللبن ومعايا سكر، والاضافتين اللي انا ضيفوهم جديد على العصير هما كريم شانتيه معلقتين كبار، ومعايا ظرف فانيليا او اللي هو الباكت الصغير من الفانيليا. اول حاجه بقى بوريها لكم في تنظيف، مش التنظيف اللي هو يعني ان انا اشيل القلب بتاعها ازاي. بقسمها نصين وبمعلقه صغيره كده ببتدي ان انا اشيل القلب بتاعها. ولو انت الحركه دي مضايقاكي شويه او شيء هتعملي كميه كبيره، تقدري ان انت تضربي الجوافه زي ما هي بالقلب بتاعها وتصفيها بمصفى. ده او ده الاتنين واحد وهيدوكي نفس النتيجة. طبعا العصير طبعا كلنا بنعرفه نعملوه، بس يعني انا حبيت اوريكم الاضافة دي. هطلع لكم العصير زي ما احنا بنجيبوه كده من بنروح نشربوه في المحلات او الكافيهات. بيكون كده ليه طعم دسم كده او غني كده، بيبقى طعمه جميل الصراحة. ودلوقتي بقى زي ما انتم شايفين بعد ما نضفت بالمعلقة كده، نضفت القلب بتاعها. القلب ده انا بستغنى عنه، لو زي ما قلت لكم ممكن تضربيه وتصفيه. فطبعا بنستغنى عن البذور. وبعد ما نضفنا كله هجيب بقى الخلاط بتاعي، هبتدي بقى انزل بالجوافة طبعا، وكمان احط عليها اللبن. واللبن انا جايباه غليته وحطيته في التلاجة عادي، يعني مش متلج ولا ان هو بدرجة الحرارة، عادي يعني اي حاجة. دلوقتي بقى هضيف ال الفانيليا، وكمان بقى كريم شانتيه. كريم شانتيه بودر سايب عادي، عايزه تجيبي الباكت على بعضه من السوبر ماركت ده المغلف عادي برضك، يعني ده او ده عادي مفيش مشكله زي ما انتوا شايفين. وكمان السكر طبعا على حسب رغبة حضرتك، انتوا بتحبوا السكر بتاعه يعني عالي او مظبوط. انا حطيت حوالي 3 معالق على الكمية دي، فاحنا بنحب السكر بتاعه مظبوط، ويعني قليل كمان، ما بنحبوش السكر بتاعه زايد قوي في اي عصير عامة. دلوقتي بقى انا حطيت يعتبر كوبايه ونص لبن او كوبايه وربع، فهزودها بقيتها ميه مفيش مشكله برضو عادي. الكريم شانتيه هيديني المطه الحلوه دي، وهيديني بردك دسامه كده مع اللبن. الصراحه بيبقى جامد جدا. انا جربته وعجبني وقلت اشاركه معاكم، ان شاء الله يعجبكم انتوا كمان. هضربه بقى كده في الخلاط. ولو احنا في الصيف تقدري طبعا تضيفي تلج او حاجه، بس احنا عشان في الشتاء عاملاه من غير تلج ولا ميه ساقعه ولا حاجه، عاملاه ميه عاديه من الحنفيه. فدلوقتي بقى بعد ما ضربته في الخلاط ووريكم كمان القوام بتاعه تقيل جدا ما شاء الله. بصوا بقى وهو نازل كده جميل. عايزين تخففوه عادي، كل ما يقعد هيتقل اكتر. ما شاء الله عليه جميل، ولونه كمان ابيض كده ولذيذ لذيذ، يعني ان شاء الله يعجبكم باذن الله. وكمان لو عندكم ضيوف وقدمتوه لهم يعني هيفكركم بقى ايه، جايبينه من بره مش عاملينه في البيت. هو ده سر من اسرار المحلات الكبيره اللي احنا يعني بنروحوا عندهم ندفعوا فلوس كتير. ده سرهم ان هم ما بيضيفوش ولا كريمه لباني ولا حاجه على على العصير، هم بيحطوا كريم سانتيه. ده سر من اسرارهم. فيا رب يعجبكم. وكمان عامل كميه كويسه، وزي ما قلت لكم لو خففتيه عادي هيتقل، كل ما هتسيبيه في التلاجة شويه او من بره هتلاقيه طبعا تقل اكتر مما كان. طبعا ده اصلا الجوافه هي كده يعني. فيا رب بقى الوصفة النهاردة تعجبكم واكون خفيفة عليكم، الفيديو كمان يكون خفيف. وان شاء الله اشوفكم في فيديو جديد. ومتنسوش بقى اللايك والاشتراك في القناة، واقول لكم مع السلامة، باي باي.